هل لاحظت شيئا غريبا في أداء المنتخب الجزائري؟ حين يواجه المنتخبات العربية يتحول إلى وحش كاسر، لكنه عندما يواجه منتخبات إفريقيا أو أوروبا يتراجع مستواه بشكل غريب. في هذا الفيديو سنكشف لكم السر الحقيقي لماذا يبدع المنتخب الجزائري فقط أمام العرب، وهل هو ضعف تكتيكي أم مسألة نفسية؟ مباريات الجزائر ضد العرب ليست مجرد مباريات كرة قدم، إنها معارك شرف، تاريخ وهوية. مواجهة مثل الجزائر ضد المغرب أو مصر أو تونس تشعل الجماهير ويشعر اللاعبون وكأنهم في حرب لا تقبل القسمة على اثنين. اللقطات تتحدث عن نفسها: التحام، قتال، دموع، احتفالات مجنونة، كل ذلك بسبب حساسية هذه المواجهات وطابعها الخاص. عندما يواجه منتخبات غير عربية، لكن حين يصطدم المنتخب الجزائري بمنتخبات إفريقية قوية بدنياً أو منتخبات أوروبية منظمة تكتيكياً، يظهر الضعف. خسر ضد السنغال، ضد كوت ديفوار، ضد غينيا الاستوائية، حتى أن الخروج من كأس العالم كان على يد الكاميرون بطريقة درامية. لماذا؟ لأن الحماس وحده لا يكفي. غياب التحضير الذهني والتكتيكي أمام هذه المنتخبات يكشف نقاط الضعف الحقيقية. المنتخب الجزائري يملك إمكانيات كبيرة ولا أحد ينكر ذلك، لكنه بحاجة إلى نفس الروح القتالية، ليس فقط عندما يواجه جيرانه بل مع كل خصم في القارة والعالم. فهل سيستفيق المحاربون أم سيبقون أسرى للمباريات العاطفية فقط؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلكم الحلقات القادمة.